انا واثقه بقى لو جربتيه عمرك تاني ما هتبطلي تعمليه، علشان بجد دي احلى وصفه هتاكليها، واحلى وصفه كمان هتفرزيها عندك. احلى حاجه بقى ان هو يتاكل حاف، مش عايز اي غموس في ريحه خالص، حاجه كده زي الملبن. بصوا ما شاء الله العجينه بتاعتها عامله ازاي، ولا الريحه بقى بتاعتها خطيره يا جماعه. وكمان هنعمله في فرن البوتاجاز، مش هعمله في الفرن الغاز. بس بتمنى قبل ما ابدا ما تنسوش اللايك والشير، واعملوا متابعه للصفحه، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده انا بجيب الطبق بتاعي اللي هشتغل فيه، واحط هنا 5 كوبايات كده من الدقيق. تمام كده، دقيق سايب او دقيق فاخر كده من عند العطار، او اي نوع دقيق عندك، المهم يكون فيه عرق يعني. ببتدي بقى ان انا انخل 5 كوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكوبايه دي زي يعني وزن الكوبايه اللي هي المجة العاديه اللي في كل بيت. تمام كده، بحط بقى على الدقيق بتاعي، بحط هنا معلقة مليانة صغيرة كده من البيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة من الملح. بركن كل الكلام ده على بعضه. بعد ما بقلبه بحط هنا ربع كوباية من المية، بحط عليها 4 معالق من السكر. لازم تدوبي السكر كويس جدا في المية بتاعتك، المية طبعا بتكون دافية معانا. بحط هنا معلقة مليانة من الخميرة. الكيس ده كان فيه معلقة بس، ما كانش فيه اكتر من كده، هي معلقة بس من الخميرة. تمام كده، هبتدي ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس، واركنه على جنب برضه. معايا هنا كوباية من السمنة. كوباية من السمنة هبتدي ان انا احطها على 5 كوبايات من الدقيق بتوعي. والسمنة بس مسيحاها، مش اللي هي مسخناها، لا، هي بس ساحت معايا. حطيتها على الدقيق بقى، وهبتدي بقى ان انا ابس بقى كل الكلام ده مع بعض. زي كده فكرة الكحك، او النواعم بتاعة العيد، هتبتدي ان انت تبسيها كده لغاية ما تغلفي الدقيق بتاعك كله بالسمنة. بصوا انا مش عايزه كده اي حته دقيق ما فيهاش سمنه، لازم تغلفيها كويس جدا كده على بين ايديك الاتنين. ماشي، لو وصلت لغايه النقطه دي ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان ناخد حسنتين مع بعض. بصوا بعد ما غلفت كويس جدا الدقيق بالسمنه بتاعتي، بحط هنا الخميره اللي احنا عملناها مع السكر. ببتدي بقى ان انا اقلب كده، وشويه بشويه بقى بضيف بقيه المكونات بتاعتي. معايا هنا، معايا نص كيلو من اللبن الرايب، او كوبايتين مليانين كده من اللبن الرايب. طب روبته ازاي؟ من بالليل هتبتدي ان انت اللبن بتاعك تدفيه. لو حبيتي، لو عندك زبادي ممكن تحطي عليه علبة زبادي، واللبن يكون دافي، هتصبحي الصبح تلاقيه بقى رايب بالشكل ده. او ممكن تحطي معلقتين من خل على اللبن يكون دافي، وتبتدي بقى ان انت تسيبيه للصبح هيروب معاكي بالشكل ده. هضيف بقى كل اللبن بتاعي، وابتدي ان انا اقلب بقى العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقيه كده بيلزق في ايدك، لا هو لسه هيشرب كل السوائل اللي هتحطيها، علشان هو زي فكرة الكحك كده، بس فكرة الكحك ان انتي مش بتحطي له سوائل كتير. هتحطي بقى اللبن الرايب بتاعنا. احلى حاجة بقى هنا هنحطها كوباية من القشطة بتاعت وش اللبن. شوفي بقى قد ايه العجينة بتاعتك دي هتبقى يعني الطعم والريحة، بصي كده حاجة يعني تاكليها حاف كده، مش عايزة اي غموس في ريحها. هحط هنا على كوباية القشطة بتاعتي اللي هي انا باخدها من اللبن، يعني باخد القشطة بتاعت وش اللبن واحوشها كده واشتغل بيها. وابتدي بقى ان انا اخدم العجينة بقى كويس جدا كده. هتلاقيها بتلزق في ايدك في الاول، وبعد كده هتسيب من ايدك خالص، يعني هتلاقيها كده بتسيب كده خالص، وهتبتدي ان هي تنعم معاكي عاملة كده زي اللبانة بالظبط. بصوا بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اغطي عليها واسيبها ترتاح شوية، يعني هسيبها 10 دقايق ربع ساعة بكتير خالص. هي مش هتخمر معاكي يعني، هي مش هتخمر قوي معاكي، ممكن ترتفع حاجة بسيطة كده. تمام كده. بحط على ايدي حاجة بسيطة كده من الزيت، وبعد كده هي مش هتلزق في ايدك خالص عشان هي فيها سمنة كتير يعني. هتبتدي بقى ان انت تجيب الصواني بتاعتك، مش بندهنها اي حاجة، بس هي مسحة ايدينا بس اول مرة كده من الزيت وخلاص. ببتدي بقى ان انا اكور الكور العجين بتاعتي بالشكل ده. عايزة اقولك العجينة في حتة تانية خالص، يعني ما شاء الله العجينة مخدومة وتحفة. العجينة عاملة زي اللبان كده حرفيا، هوريكي شكلها دلوقتي. بالصوبة ببتدي بقى ان انا ابعد يعني كل تقطيعة والتانية بعيد عن بعضها، علشان خاطر احنا لسه هنفردها. بس بريحها شوية كده، كل ما يعني اعمل كده واحدة في صينية، بسيبها ترتاح شوية قبل ما اعمل اللي بعدها، علشان لما اجي افردها ما تلمش تاني. فهمتوني يعني بعمل واحدة بواحدة كده، وبعد كده بفرد بقى في الاخر، عشان تكون ريحت شوية العجينة معايا، تفرد معايا بسهولة. بصوا بسيب مسافة ازاي،
والحجم بقى اللي انت عايزاه. بصوا ما شاء الله العجينة عاملة كده زي اللبانة يا جماعة، والله عايزاكم تجربوا الوصفة دي عشان بجد خطيرة. بصوا ما شاء الله، ان شاء الله اسيب لكم المقادير بتاعتها في اول تعليق مثبت، علشان دي من احلى الوصفات اللي انت هتعملي بيها الفطير. يعني لو مش بتعرفي تعملي الفطير اللي هو العادي، اعملي الفطير الدماسي ده، بيكون تحفة. وممكن بقى بيحطوا مع الدقيق بيحطوا كوباية من دقيق الذرة. تمام كده. بس لو مش متوفر عندك ممكن تعملي كل العجينة بدقيق عادي، مفيش مشكلة. بصوا بقى انا هفرد كده زي ما انتوا شايفين كده بايدي الاتنين، وابتدي ان انا افرد الكور بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لك لو حابة تكبري براحتك يعني، بس هو كده الحجم حلو قوي. بخلص بقى كل الكمية بتاعتي، وبعد كده بحط على الفطير بتاعي قشطة من على الوش. اما اخلص كده افرده في كل الصواني بتاعتي كده، بحط بقى قشطة على الوش. القشطة اللي هي بتاعت زي ما قلت لكم وش اللبن اللي انت بتحوشيها كده من اللبن. تمام كده. بحط على كل فطيرة كده معلقة او معلقتين من القشطة، وافردها بالراحة كده. طب التسوية بتاعته يا اسماء بتكون ايه؟ انت بتكوني مشغلة الفرن بتاعك ومحمياه كويس جدا، بيدخل في الرف الوسطاني، هو مش بياخد نار عالية، لا هو انت بتهدي النار شوية، نار وسط يعني، هو عايز نار وسط علشان يستوي من قلبه، عشان هو فيه سمنة حبة حلوين يعني، وكمان السمنة مبسوسة في الدقيق، فبيعوز تسوية اللي هي الوسط، ما يكونش التسوية بتاعته عالية. تمام كده. بابتدي بقى ان انا اخلص كده واسيبه يختمر معايا شوية كمان، بقى بسيبه كمان 10 دقايق كده، وبعد كده بسويه. بصوا الجمال بتاعه، عايزة اقولك تحفة. مش قادرة اقولك الريحة بتاعته بتبقى عاملة ازاي. الفطير ده بيكون سهل جدا للناس اللي مش بتعرف تعمل الفطير بقى المشلتت وفريدو والكلام ده كله، بيكون سهل جدا جدا. بصوا عايزة اقولك جميل، وينفع بقى تفرزيه عندك كده. عايز اقول لك الريحه بتاعته، بصوا انا من كتر ريحته حلو فانا عماله اشم فيه بجد، الريحه بتاعته تحفه. جربوه بجد هتنبهروا بالطعم بتاعه لو اول مره بتجربوه. ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوه بصراحه. وزي ما قلت لك التسويه بتاعته مش بتبقى على نار عاليه، التسويه بتاعته بتبقى على نار متوسطه، علشان خاطر يبقى ايه مستوي من قلبه. بصوا في نفس الوقت طري، وفي نفس الوقت كده في سنة قرمشة، حاجة كده خطيرة يا جماعة. بجد عايزاكم تجربوه، علشان بجد يعني مش هتبطلوا تعملوه وتحطوه عندكم في الفريزر كده. منين ما تعوزوا يعني عايزين حبة عسل كده وحتة جبنة نفسكوا فيها، بجد هتطلعوه كأنكم لسه خابزين. بصوا ما شاء الله القلب بتاعه عامل ازاي، طري كده وفي نفس الوقت مقرمش، حاجة بسيطة كده بس تحفة خطير. عايزاكم تجربوه عشان ان شاء الله يعجبكم قوي. لو عارفين الفطير ده قولوا لي بقى في التعليقات، عشان بحب اسمع رأيكم. وقولوا لي بقى بتعملوه بدقيق الذرة ولا بدقيق بس كده. ان شاء الله هشوف التعليقات بتاعتكم وقولوا لي بقى رأيكم فيه. بصوا ببتدي بقى ان انا افرزه عندي كده، بعمل كل 2 او 3 كده في اكياس اللي هي اكياس اللبن العادية دي، وابتدي اشيل عندي في الفريزر. منين بقى ما يبقى عندي نفسي افطر كده بشوية عسل وحتة جبنة، ببتدي ان انا اطلعه كده كأني لسه خبزاه بالظبط. ان شاء الله يعجبكم. قولوا لي بقى بتتابعوني منين، وعارفين الوصفة بتاعتنا دي النهاردة ولا مش عارفينها، واشوفكم ان شاء الله على خير. ما تنسوش اللايك والشير، مع الف سلامة.